اللي عارفني عارف ان انا مش بتكلم عن اي حاجه وخلاص او اجيب اي منتج وخلاص. المره دي جايب لك منتجين جامدين فشخ، بما اننا احنا كده كده داخلين على صيف وحر والدنيا دي. ايس كريم ده والايس كريم ده احلى حاجه ممكن تشتريها من السوبر ماركت، هم دول خصوصا ده الاسطوره، ده طعمه خرافي، بجيبه من ايام ما كان ب 3 جنيه اصلا، دلوقتي ب 6 جنيه، وده ب 10 جنيه. بص هنا شكله ايه. المهم هنفتح نجرب معاكم ده، وده نخليه بقى هنا مكان. بص هنا ده ب 10 جنيه، اسمه كوناتا. ايس كريم فانيليا مع صوص الكراميل والفراولة والمغطاة بالشوكولاتة البلجيكية الفاخرة والمكسرات. تحس ان هو جايب كل التشكيلة اللي هي في السوق عامة. نفتح، وطبعا شركة مصرية 100%. انا كان نفسي ده يكون اعلان، لان انا كل ما بعمل فيديو عن منتج زي كده الناس بتكلمني تقول انا شفته انا اشتريته، تقول لما شفت الفيديو بتاعك المنتج هات لي معاك يعني. والله مش مهم، ربنا يقدرنا على فعل الخير. نفتح. شكله مفاجأة يعني. انت بص اصلا من الورقة شكله ازاي، بسكوتة اللي هي حتة كونو بسكوتة بتاع. بص شكله بقى، بص شكله البوم. طبعا هو الباكجينج متواضع جدا بالنسبة لسعره، يعني عارف ان في منتجات تانية بتبقى اغلى من كده بكتير ومتغلفة. هو شكله مكسور. انتوا لحقتوا تنقوا فيه طب من قبل ما نفتحه؟ يلا مش مهم، قدر ولطف. بصوا يا جماعة، زي ما انا قلت لكم مكسور. المهم ان احنا هنعتبر ان هو ده تمام. ده هي مجهدة شوية، بسكوتة مغطية شوكولاتة وجواها كلها فانيليا. وفي بقى الحتة التانية اللي هي دي أساس أي آيس كريم كون، اللي هي حتة الكون دي يا جماعة. هي زي ما انتم شايفين من فيها شوكولاتة أو دي الفانيليا دي، ومن تحت الكون. نفتح ده نشوف عامل ازاي. اهو يا جماعة ده شكله، بس بصراحة طعمه مش حلو أوي بصراحة. معاها البسكوتة طعمها مدخن مدي على سموك، أنا مش عارف ازاي يعني. فالبسكوتة طعمها غريب شوية. أنا جبته قبل كده مرة كان بالشوكولاتة كله بس ما كانش طعمه كده، فأنا مش عارف ولا ممكن الفليفر ده يكون طعمه كده. بس المهم ده ب10 جنيه، وده كان شكله بغض النظر إن هو مجهد. استنى فيديو تاني أنا وبوريلك الجامد جدا ده.